وفجأة الشخص بيلاقي نفسه هو المشرع الوحيد، هو المسؤول عن تعريف إيه هو الخير وإيه هو الشر، وليه أصلاً المفروض أكون شخص كويس لو مفيش ثواب ولا عقاب. غياب الإجابات الجاهزة دي بيحول نشوة البداية لمسؤولية قاسية جداً. يعني كل قرار أخلاقي حتى لو صغير محتاج حسبة فلسفية معقدة. وده بيعمل حالة من الإرهاق الذهني المرعب، والإرهاق ده بيفسر ليه النشوة ما بتطلش. طيب، لو افترضنا إن الشخص قدر يتجاوز الإرهاق ده وبدأ يحط قواعده الخاصة، إيه اللي بيمنعه إنه يعيش سعيد ومستقر؟ سؤال مهم فعلاً. ليه دايماً بنلاقي المرحلة التانية من الرحلة غرقانة في أسئلة كبرى ملهاش إجابات سهلة، أو اللي نقدر نسميه الفراغ الوجودي؟ لأن المشكلة أعمق من مجرد قواعد أخلاقية. المخ البشري مبرمج أصلاً إنه يبحث عن المعنى. يعني إحنا طبيعي محتاجين لمعنى أو لشيء ننتمي ليه علشان نحس بالأمان. بالظبط، لأن غياب فكرة الغاية والرسالة والهدف الكبير بيخلق حالة من الذعر البيولوجي للنفس، مش مجرد أزمة فلسفية. والسؤال المرعب بيتحول من إزاي أعيش بطريقة صح إلى سؤال أخطر: أنا عايش ليه أصلاً؟ وهل حياتي دي ليها أي معنى؟ وده بياخدنا لنقطة جدلية جداً، وهي إن المنظومة الإيمانية بتشوف إن فكرة وجود الأرض صدفة هي فرضية غير منطقية، بل وعبثية، وتناقض الدين. وطالما هي ملهاش أي أساس بل وتناقض الدين، يبقى هي خاطئة من الأساس، لأن الدين أو الدين الإسلامي تحديداً هو الأساس والميزان اللي المفروض نوزن بيه كل شيء في حياتنا.